هو اللي قاعد في الحوش بتاعهم زعلان وبيوت لافي وماشي وجاي وخرخر وبيوت ساكت، وابوه قاعد في البيت بالكرسي. ابوه طبعا زول طبعه هادي، قام قال للولد تعال مالك. الولد قال له يا اخو والله ابوي ما ممكن يا اخي، في واحد عنده قناه على اليوتيوب اسمه ادم جوبا قاعد يطلع فوقنا نكات والكلام ده ما بيجي وهناي. ابوه قال له خلاص كويس امشي المطبخ جيب لي حله فاضيه وتعال. الولد جرى فات جاب حله وجا، قام ابوه مسك الحله دقها 3 مرات كو كو كو. الولد قال ده منو ده اللي في الباب؟ آدم جوا. في ناس قاعدين في العاصمة والحبوبة جاتهم زيارة من الولايات، والجماعة كان وضعهم المادي جدا سيء مع الظروف والحرب والحاجات الحاصلة دي. قاموا خدتوا لها العشاء كسرة بموية ببصل، المهم خارجوها كده اتعشت ورقدت نامت. الحبوبة صحت الصبح صلت صحت معاها البت الجنبها، والبت بتصلي الحبوبة قاعد تراقب. بعد البت انتهت قامت قالت لها انت يا بنتي ما دعيتي دعاء القنوت. البت قالت لها يا حبوبة دعاء القنوت ده ما بيقروا الا وقت الصعوبات والحروبات والشدة. الحبوبة قالت لها شدة أكتر من عشاكم حق امبارح ده، انتوا دارين تحاربوا روسيا.